أيضا وذكرهم بأيام الله ودعوهم بإذن الله. وهذا اللقاء الذي يجمعنا في سنة مباركة من أيام الله تبارك وتعالى التي التاريخ علماء التاريخ المختصين الوطن بشأن الدائر وتاريخ الجزائر. مظاهرات 17 أكتوبر، لما نقول الاحتفال أو إحياء الذكر هذا شأن طبيعي لكل إنسان يحيي الأيام التي مرت عليه سواء مع أعدائه أو مع أصدقائه. مظاهرات 17 أكتوبر 61 ندرك ونعلم جيدا أن الشعب الجزائري آنذاك قد بلغ ذروة معينة من النضج السياسي، ولذلك قاموا بهذه المظاهرات في قلب باريس مساندة ومساعدة وإعانة ووقفا مع من؟ مع الأفلان التحرير الوطني آنذاك. إلا أنه للأسف الشديد السلطات الفرنسية آنذاك فرضت ما يسمى بحظر التجوال، ممنوع الخروج من الساعة 8 مساء 8:30 إلى اليوم الموالي الساعة 5 صباحا، من أجل ألا يخرج هؤلاء الجزائريون إلى شوارع باريس. إلا أن هؤلاء تلك السلطات الفرنسية الأمن تاعهم الشرطة تاعهم قابلوا هذه المظاهرات بالقمع والتقتيل والتشريد أيضا وإطلاق الرصاص عليهم، زائد على هذا رمي بعضهم بالطائرات من الطائرات في البحر، في اخترناهم باريس مدينة سان بباريس آنذاك. كانت المظاهرات 3 أيام متتالية يومي يبقى إلى يوم الدين، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك بيا رب العالمين. اللهم ارحم شهداءنا أنت القائل فيهم يا رب العالمين، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهؤلاء كانوا يعلمون ويدركون أن سيد الخلق وحبيب الحق دون عرضه فهو شهيد، فمن قتل دون أرضه وطنه فهو في كتابهم ويسر حسابهم وثقل موازينهم بالحسنات يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم وأنت العليم الحكيم، أنت عبدك ورسولك وأنت أعلم بهم. اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم يا رب العالمين. اللهم انقي من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم عافني من فتنة القبر ومن عذاب جهنم يا رب العالمين. اللهم احشرنا مع أجوار النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نقرأ فاتحة الكتاب ترحم على الله شهداء الجزائر داخل الوطن وخارج الوطن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا عن بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا من حضر معنا في هذه الصبيحة في هذه المقبرة شقي ولا محروم يا رب العالمين. إن شاء الله ربي يحفظ الجميع ويبارك في الجميع ويسدد خطى الجميع، اللي مرض ربي يشافيه والصحيح ربي يعافيه. إن شاء الله ربي يثبتنا جميع قولي ثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خير الخلق. المجد والخلود لشهداء الأبرار.